المنتخب المغربي يبدأ مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة بفوز مستحق على أنغولا. في بداية مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة المقامة في المغرب، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره بانتصار مهم على نظيره الأنغولي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين. وقد أشعل أداء المنتخب الوطني آمال المشجعين المغاربة بأداء رائع ونتيجة مستحقة. شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث برزت قوة وإصرار لاعبي المنتخب المغربي على تحقيق الانتصار في مباراتهم الافتتاحية. وبفضل التمركز الجيد والتعاون الفردي والجماعي، تمكن المنتخب المغربي من تسجيل 5 أهداف رائعة تركت بصمة قوية في أداء الفريق. قدم اللاعبون المغاربة أداء استثنائيا على مدار اللقاء، حيث تألقوا بتقنياتهم الفردية والجماعية، وعبروا عن إصرارهم على تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. ولم يكن الطموح الوطني مقتصرا على الفوز فقط، بل كان اللاعبون يسعون لتقديم أداء يليق بسمعة المنتخب المغربي على الساحة الإفريقية والعالمية. يعد هذا الانتصار بداية قوية للمنتخب المغربي في رحلته نحو البطولة، ويضع الفريق بوضع ممتاز في مجموعته. ومع استمرار التحضيرات والتركيز على الأداء، يطمح المنتخب المغربي في مواصلة تقديم عروضه المميزة وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، بهدف تحقيق الأمل والفخر لجماهيره ولبلدهم العزيز. إن هذا الانتصار يعكس الإرادة والتفاني لاعبي المنتخب المغربي في تحقيق النجاح، ويثبت أن الكرة الوطنية المغربية تمتلك مكانة مرموقة في ساحة كرة القدم الإفريقية والعالمية.